في ناس كتير بتلاقي نفسها مش عارفة تروح فين جوه العلاقة، تسيب ولا تكمل. دايما بيجوني يقولوا لي احنا عايزين الفرصة الأخيرة، فمش كل الناس بتقدر تاخد معايا جلسات. فأنا النهاردة عايزة أقولك طريقة بسيطة ازاي تدي الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة دي انت ممكن تبقي عايزة تديها مثلا لراجل متعدد العلاقات، أو راجل بيتجاهلك، أو راجل ما بقاش يحبك زي الأول، أو راجل كل شوية يطلع وينزل في علاقته بيكي. فالحركة دي، المايند تريك دي، اللعبة العقلية دي، هي التعامل بالمثل والخروج من دائرة السيطرة. ازاي ممكن اعملها؟ ممكن اعملها رقم واحد باني انا ابطل ادي للي قدامي تفاصيل. يعني هو لو متعود يرجع مثلا او يكلمك في التليفون يقولك عملتي ايه النهارده، فانت تقولي عملت، لا انا عايزه كلمه واحده كله 100 100. تاني حاجه لازم مفاجاه، لازم يكلمك في مره يلاقيكي مع واحده صاحبتك، ايه ده انت ليه ما قلتليش؟ انت هتردي عليه تقولي له ايه؟ انا نسيت معلش، المره الجايه هقولك. تالت حاجه بلاش اسرار، يعني بلاش تتكلمي في حاجات، الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لك وتعرفيها له. رابع حاجه تعملي حاجات خارج قوانين العلاقه. لو هو منعك تكلمي واحده صاحبتك كلميه، لو هو منعك تخرجي يوم مثلا الجمعه او يوم السبت مع اصحابك اخرجي، ما دام ما بتعمليش اي حاجه غلط. شوفي ايه القوانين واكسريها، ده هيديله فكره دايركت في دماغه ان انت بقيتي اوت اوف كنترول. هيحاول بقى يرد الفعل بايه؟ برد فعل قاسي، بان هو يزعق يتخانق، وبعدها على طول ممكن يديكي الصمت العقابي. تقومي نقله بقى على المايند تريك التانية، وهي ان انت تسأليه في وسط الصمت ده انت كويس؟ كل حاجة تمام؟ رد ما ردش انت مش هتتصلي لحد ما هو يتلكك ويرجع يحاول يتكلم معاكي. ساعتها يقولك انت بتتغيري كده ليه؟ قولي له بمنتهى البساطة حبيبي هو انت زعقت لي، هو انا ينفع لما انت تزعق لي ارجع اكلمك؟ والله انت لو عايزنا نكمل في العلاقة دي يبقى لازم تحترم، لو مش عايز من دلوقتي خلاص. انت كده عملتي اللي عليكي وزيادة كفرصة أخيرة. لو الشخص ده ينفعك هيتعدل شويه، هيحاول يتكلم معاكي ويتفاوض، طب خلاص انا قصرت في حقك، طب يلا، هتحسي ان في لغه حوار وان الشخص ده شريكي. لكن لو حسيتي ان الشخص ده بيقلب عليكي الترابيزه وبيقول لك يلا غوري في داهيه، يبقى تقولي له باي باي، وتبقى كده الفرصه الاخيره انت فشلتي فيها. فصدقيني والله ما تديش لنفسك اي اعذار، وما تقوليش انا عايزاه او انا بحبه. اعرفي وقتها ان ده مرض، سمي ساعتها الاشياء بمسمياتها. ده شخص مؤذي وانا مدمناه. انا مش مدمناه هو نفسه، انا مدمنه كسل، انا مدمنه خوفي من الخروج من العلاقه. انا لازم اتعالج. المشكله مش فيه هو لوحده، المشكله فيكي انت، ان انت مش محترمه نفسك كفايه. لو مش موجوده في علاقه بتديكي اللي انت عايزاه يبقى انت عيانه بايه؟ عيانه بقى بالخوف، عيانه بالتعلق، عيانه بان انت مش بتدي الحاجات مسمياتها مظبوطه، عيانه بان دايما شايفه ان الحياه بعده مظلمه ومفيش زيه. يبقى انت هنا محتاجه تتقوي، محتاجه متخصصين، محتاجه ناس يحتووكي، محتاجه ترجعي نفسك لقبل ما تعرفيه كنت بتعملي ايه. ما انت قبل ما تعرفيه ما كنتيش ميته، كنت عايشه. ارجعي تاني شوفي انت وقتها كنت بتعملي ايه، لانك تستاهلي كل خير. وصدقيني والله ما حد بيموت من الحب ولا حد بيموت من الفراق. اكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت، بحبكم جدا.